هذا صحيح، وهناك عدد من الظروف التي لم ترسل فيها الولايات المتحدة معتقلي غوانتنامو إلى بلدانهم الأصلية، بل بعثتهم إلى دول أخرى في أوروبا ودول أخرى. ولكن في حالة الجزائريين والسيد ناجي بشكل خاص، الحكومة الأمريكية دعت بأنه يتعرض لأي سوء معاملة إذا أعيد إلى الجزائر. شكرا لك سيد أندريا براسا، مستشارة مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش من واشنطن. ونبقى في الجزائر، فلليوم الرابع على التوالي تعتصم مئات الأسر الجزائرية أمام الدائرة الإدارية بالعاصمة الجزائر لمطالبة السلطات بتسليمهم مبان جديدة بدل التي تم هدمها في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق. وفي حين تقول السلطات إن الأسر لا يشملها البرنامج، يقول المحتجون إن عملية التوزيع شابه الكثير من التجاوزات. 4 أيام قضاها هؤلاء أمام هذا المبنى الحكومي في انتظار حل لقضيتهم. فصول القصة بدأت عندما رحلت هذه الأسر من حيهم العشوائي بناء على وعود من السلطات الجزائرية بإيوائهم في مساكن جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث بحسب هؤلاء، فلم يجدوا أمامهم سوى الاحتجاج بعد أن وجدوا أنفسهم في العراء. احنا 5 أيام يضربوا فينا بالماء سخون، احنا رسالنا. الاعتصام لم يخلو بحسب المحتجين من بعض الاحتكاكات مع الأمن. الوثائق مبنى جديد، لكن الذي حدث برأيها أن أسرة أخرى حلت محلها بغير وجه حق. حتى من عادوا إلى الحي لم يجدوا سوى الركام. ترفض هذه الأسر أي حل غير الذي وعدوا به، وتصر على الاعتصام حتى حل المشكلة. لكن السلطات لها رأي آخر، فالأسر التي لم تستفد من برنامج إعادة الإيواء الاستفادة من مسكن في السابق لهم متذرعين بأن مساحاتها ليست مناسبة كحق. 8 دراري داروا لي بريد صوفي، انا مريضها والشيخ عنده القلب. حسب السلطات هناك الكثير من الأسر التي رفضت مساكن منحت لها، غير أن أسرا أخرى لم تكن ضمن الجرد الذي قامت به السلطات قبل يوليو من عام 2007 بحسب البيان الذي وزع على المعتصمين الذين يصرون على أن عملية توزيع المباني شابه الكثير من التجاوزات. أعلنت كومنولث دومينيك عن